ده الفريق الكبير اللي بشخصية البطل. رد في الملعب خلال الفترة اللي فاتت كان فيه استفزازات، كان فيه كلام كتير، ولكن الرد يبقى في الملعب زي ما حصل النهاردة من رجالة الأهلي. 3-0 ماتش وفوز وصعود مستحق للنادي الأهلي من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة. أداء ولعب ونتيجة، بس لازم كام حد كده نذكرهم بالاسم لأن هم يستحقوا. اللي بشوفه الصفقة الأهم للأهلي السنة دي مارسيل كولر، أجاد في التعامل مع الماتش، تشكيل والتكتيك وحتى التغييرات كان موفق فيها جدا جدا جدا. اللعيبة كهربا يا جماعة، كهربا أنا بشوف إن هو أجمد صفقة ممكن الأهلي يفكر فيها. شوف الجول الأول وشوف أي لمسة كهربا بيحط رجله فيها هتحس بخطورة، وده لأن دايما أول قرار لكهربا دايما بيبقى على الجول. عشان كده اي لمسه واي كوره بتيجي في رجله بتحس فيها وبتشم فيها ريحه خطوره. شوف الجول الاول وجماله وحلاوته والتوقيفه والفينش واللب، ايه الثقه وايه الروقان وايه الهدوء ده. شوف بيرسي تاو، واحد من اهم نجوم الاهلي في الماتشات الاخيره وتحديدا في لقاءات افريقيا، والنهارده واحد من اهم نجوم الماتش، عامل اسيست بسبوسه بالقشطه وكنافه وقطايف لحسين الشحات في الجول الثاني. اسيست دواء. جول التالت وحسين الشحات نفسه، ايه يا ابني التوقيفه دي وايه الترقيصه دي وايه الفينش ده، حاجه في منتهى الجمال والحلاوه. وجول هو اللي خلص الكلام، هو اللي خلص الماتش النهارده. الجول التالت، 3 اجوال احلى من بعض. ماتش كله من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره الاهلي مسيطر عليه. وعجبني جدا جدا ان لعيبه الاهلي عندهم ثبات انفعالي، عندهم اتزان نفسي، مفيش اي شكل من اشكال الانجراف وراء اي استفزازات كانت موجوده الفتره اللي فاتت. مركزين في الكوره وبس، مركزين ان هم يخلصوا الماتش فنيا وبأدائهم وبرجولتهم جوه الملعب، وده اللي حصل النهارده. تحيه للعيبه الاهلي، تحيه للجهاز الفني، للاداره. الف مليون مبروك لجمهور الاهلي العظيم اللي كان مغطي الملعب كله النهارده، ومن الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره تشجيع وحماس يحرك الصخر. يعني اللي ما بيعرفش يلعب كوره هينزل النهارده يلعب كوره ويعمل احسن ماتش في حياته لاجل الجمهور اللي حضر النهارده. واخيرا اللي ما ينفعش ما انساهوش وما ينفعش انساه في كلامي النهارده عن ماتش الاهلي والهلال، مروان عطيه يا جماعه. واحد من اهم الصفقات اللي الاهلي جابها الفتره اللي فاتت. لسه عنده كتير، لسه لازم يثبت نفسه اكتر واكتر، لكن كل ماتش بيكون موجود فيه دايما الباص بتاعه لقدام، دايما الباص بتاعه بالسنتي وبالمسطره، وتحس انه باص متقاس بمزوره. عنده ثقه وعنده احساس بان هو فعلا بيلعب في النادي الاهلي، ما تحسش ان هو غريب على الفرقه. واحد من اهم الصفقات الاهلي عملها الفتره اللي فاتت. الف مليون مبروك للاهلي، صعود مستحق، وباذن الله كل التوفيق في اللي جاي من بطوله افريقيا.